بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. النهاردة بإذن الله تعالى إن شاء الله هنتكلم عن موضوع في غاية الأهمية، وطبعا بيخش كل بيت، ويا رب دايما يخش كل بيت، ولكن بيحصل فيه طبعا مخالفات كثيرة. وإيه هو السنة في الأمور اللي زي دي، وإيه اللي بيتقال وإيه اللي ما بيتقالش وإيه الكلام ده كله. فطبعا الحق سبحانه وتعالى طبعا أوصانا بالزواج، بل وقال: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا ولتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. يبقى من آيات الحق سبحانه وتعالى أن ربنا عز وجل خلق الذكر والأنثى، وخلق أن كل واحد بينجذب للطرف الآخر عشان نكون، حتى من أحد تفاسير إني جاعل في الأرض خليفة، يعني إنسان جيل بعد جيل يخلف جيل. وبالتالي طبيعي إن ربنا عز وجل فطرنا على يعني إن إحنا نكون منجذب إلى الطرف الآخر، ويحصل يعني جواز والكلام ده كله. لكن الموضوع له آداب. تعال نتكلم في الأول، هنقسم الحلقة بنصين. النص الأول هنتكلم عن كل الحاجات اللي في السنة، اللي هو الزواج الصحيح، ايه السنن في الجواز وازاي نختار الزوجة والزوج والحاجات دي كلها. وبعد كده ننتقل الى الجزء الثاني اللي هو ايه الحاجات المنكرات اللي احنا بنعملها او المخالفات اللي بنعملها في الجواز. فنبدأ الاول خالص باختيار الزوج والزوجة. نقول اول حاجة، احنا كنا عملنا حلقة قبل كده عن اختيار الزوج، وقلنا ان الزوج فيه اهم 3 صفات: انه يكون شخص كريم، لان طبعا المرأة او البنت بتنتقل من بيت ابوها كان بيصرف عليها لبيت جوزها هيصرف عليها. فلو الزوج ده بخيل، كارثة، يعني هيبتدي ان هو يعني هتعاني معاه جدا جدا. فالزوج البخيل يعني صفة صعبة جدا جدا في الزوج، يعني فلازم تراعي ان هو ما يكونش بخيل. النوع التاني او الصفة التانية لازم يكون شخص عنده رحمة، ويعني مش في اقرب خناقة بيكسر لها ضلع، ومش في اقرب خناقة يعني بيفضحها، ويعلم ان هي امرأة والكلام ده كله. والصفة الثالثة يكون يتقي الله عز وجل فيها، وده يعني اتكلمنا عليه باستفاضة في حلقة اهم 3 صفات في الزوج يعني او في العريس. اما الزوجة فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني وضح الكلام ده في حديثين. الواحد اللي بيجي يختار الزوجة يا جماعة لازم نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تنكح المرأة ل4، يعني في 4 اسباب يخلوا الواحد يتجوز او يعجبه الست الفلانية دي. اول حاجة لجمالها، ممكن تكون جميلة، لحسبها، ممكن اهلها بنت ناس مش عارف ايه، لمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. فالواحد لما بيسمع الحديث ده يلا بروح نازل شايف واحدة حافظة لكتاب الله منتقبة وبتجوزها على طول عمياني من غير ما اسأل على بقية التفاصيل. ده كلام خاطئ. فالنبي صلى الله عليه وسلم يوضح كلمة لدينها دي في 4 صفات تانيين في حديث آخر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة 5، فنصيحة مني ليك كأخ، اوعى تتجوز واحدة ما بتصليش. إذا صلت المرأة 5 وصامت شهرها، تكون بتصوم رمضان، وأطاعت زوجها، تكون مطيعة. ومطيعة دي حط تحتيها 20,000 خط. يعني مطيعة يعني بنت حلال، تعيش معاك وانت بتقبض جنيه وانت بتقبض مليون، تتقي الله عز وجل فيك، يعني تتقي الله عز وجل في أهلك، في أمك وفي أبوك. والمرأة الصالحة هي اللي تشجع جوزها على بر الوالدين، مش العكس. مش هي اللي تكون سبب ان هو يعوق والديه. فلازم تراعي الحتة دي. تكون امرأة بتحافظ على فلوسك، بتحافظ على شرفك. فإذا صلت المرأة 5 وصامت شهرها وأطاعت زوجها وأحصنت فرجها. أحصنت فرجها تكون يعني ملتزمة بالحجاب الشرعي، وتكون شريفة وعفيفة. لو تسافر ولا تروح ولا تيجي عارف وضامن ان شاء الله هي عفيفة، محدش هيبص لها، او هي مش هتبص لحد، وصيناك وصينا عيالك والحاجات دي كلها. فهي دي المرأة او المرأة الصالحة، اللي هي إذا صلت المرأة 5 وصامت شهرها وأحصنت فرجها وأطاعت زوجها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت. فدي مسألة اختيار الزوج والزوجة يعني. نيجي بعد كده ننتقل لطيب مسألة مهمة جدا جدا. طيب الزوج كويس أو الشاب كويس والشابة كويسة، والولد راح يتقدم، يعني راح البيت، دخل البيت من بابه. وهنا عايزين نتكلم على حتة الصحوبية في النص. في الأول نتكلم كل دي تحضيرات قبل ما نتكلم على الجواز.
نقول ان في صحوبيه وفي واحد راح للبيت. يعني نقول اول حاجه مع الصحوبيه مضره جدا جدا جدا. ليه؟ اول حاجه البنت مقابل الصحوبيه دي هو بيحبها وهي بتحبه. بعد كده الحب ده بيخش معانا المرحله بعد كده ان احنا بنتقابل، ولما بنتقابل مرحله بعد كده ان احنا بنحاول نبعد عن اعين الناس عشان خاطر امسك ايديها وتمسك ايديا، ابوسها وتبوسني والحاجات دي كلها. وبعد كده ننتقل معانا مرحله بعد كده ممكن اختلي بيها وممكن اغلط معاها. وانا كان جالي اسئله صراحه من كذا حد، يعني ناس الله العافيه والعافيه، بنت بتقول لك انا حبيت الولد الفلاني والولد ده غصب عننا غلطنا مع بعض، وانا دلوقتي مش بنت وهو سابني وانا مش عارف اقول لاهلي ايه، وكل ما حد بيتقدم لي انا يعني برفض طبعا، بس مش عارف اعمل ايه، انا بفكر انتحر. فالحق سبحانه وتعالى يعني كان يعني يقول يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. طب ما كان من الاول، من الاول ممنوع الاختلاط، من الاول الراجل حتى ما يسلمش على الست، ما يختليش بيها. موضوع الصحوبيه ده خلاص انت حبيتيه وهو حبك، خلاص روح بقى خش البيت من بابه ليه من الشباك. فبالتالي الصحوبيه دايما بقول الخسران فيها البنت، لان الولد بالنسبه له مش فارقه معاه. يعني ممكن يكون بيحبك وباقي عليكي، بس ممكن جدا ونسبه كبيره منهم يكون بيضحك عليكي. وممكن يكون ان هو بيحب كل حاجه وهيروح معاكي في العلاقه وهنمسك ايدين وهنختلف بعض وكل حاجه ونعمل حاجات محرمه، لكن لو وقفنا وهروح اخطبك بس اهلك ما وافقوش، شايفين ان هو شخص مش كفء، مش شغال، مش هيقدر يصرف عليك، مش محترم، يعني انت برضو ممكن تكوني بتحب حد غلط. فبتكون النتيجه ان هو عاش حياته ولعب بيك وكل حاجه، قال لك والله اهلك هم اللي مش موافقين. كل لما تبقي عزيزة على الراجل كل لما تبقي غالية في عينه، والإسلام أعزك وخلاكي غالية. انت اللي بترخصي نفسك بان انت بتتنازلي بكلمة مش بحقها، بلمسة مش بحقها، بخروجة مش بحقها. فدايما عودي نفسك مفيش راجل يلمسك إلا بحق. الحق انه خلاص انتوا تعرفتوا على بعض او لقيت ان هو فيه قبول، يروح البيت ويخش البيت من بابه ويخبط على ويقعد مع اهلك. والرجاله بتفهم بعض زي ما الستات بتفهم بعض. ابوك يكون له نظره في الشاب ده يقول لك والله الولد ده راجل، او الولد ده مش زي ما انت فاكر. وكلنا عارفين ان المراه خلقت من ضلع اعوج، والمراه بطبعها مخلوق عاطفي. ممكن يحب من مجرد ان ولد وهو مثلا داخل مطعم فتح لها الباب، فهي حست والله ان الولد ده راجل وان الولد ده جنتل جدا، وبالتالي حبته. بنشوف كتير فعلا بنات بتحب ولاد على اتفه الاسباب. ليه؟ لان البنت مخلوق عاطفي، فلما بتلاقي حد رقيق معاها او بيتكلم معاها بشكل كويس بتحبه. وممكن يكون لها اب عصبي، او ليها في بعض الاحيان للاسف بيبقى ليها زوج عصبي، فممكن تحب حد على جوزها. كوارث كتيره في زماننا النهارده مع وجود الواتساب والفيسبوك وحاجات التواصل الاجتماعي ناخد بالنا منها. دايما كنت بقول الصحوبيه اكبر كيس تمر في العالم، زي الفيلم المعروف كراكون في الشارع، اللي هو ممكن البنت فعلا تشتري كيس التمر ده، تشتري خروجه، تشتري يعني للاسف الشديد ممكن يمسك ايديها او يبص او حاجه، هو لسه مفيش اي ارتباط ما بينهم. فنرجع نقول تاني ان لا، يعني رجاء اي حد مصاحب او الكلام ده كله كلام فارغ. نهى الحق سبحانه وتعالى عن هذا، عن اي واحده ولا متخذات اخدان. ولا يجوز ان الواحد يختلي وحافظي على نفسك، لان ساعه الجد، وانا بنصحك ان انا شفت حالات كتير ساعه الجد الولد بيخلع، بيقول لك والله انا ما اتجوزش عمري بنت انا غلطت معاها. بنسمع كتير للاسف المعنى ده. فحافظي على نفسك ومفيش داعي خالص لان انت تعرضي نفسك للموقف ده وبعدين تبتدي تفكري في الانتحار وتموتي يعني على هذه الخاتمه. فلا، انا احافظ على نفسي من الاول. انا ما بكلمش حد، او انا ما فيش ممنوع ان حد ياخد مني لا كلمه ولا نظره ولا اي حاجه الا بحق. والحق انه يجي لغايه البيت، وزي ما الاسلام اعزني انا كمان عزيزه يجي البيت واهلي يتشرطوا عليه ويقولوا يمين وشمال، وبعدين يعني يحصل الجواز. طيب الاهل بقى كارثه من كوارث الزمن النهارده، ان الولد لما بيروح ولد كويس راجل واضح ان هو يعني بذره كويسه لزوج صالح، بنلاقي ان هو نبتدي بقى ننزل له لستة الطلبات. والنهارده يا جماعه للاسف الشديد الشباب المصري يعني او الشاب العربي بشكل عام، نسأل الله العفو والعافية، بيعرض كل يوم من خلال الانترنت ومن خلال الدش والحاجات دي كلها طبعا لمناظر. حتى في الشارع البنات يعني بتلبس حاجات غريبة وهو عايز يتجوز، فبيروح لقرايبه، بيروح لجواز يعني
حد يعرفه والكلام ده كله، بيلاقي اول ما بيقعد وحصل استلطاف، خطاب جميل، بنت تنفع، بيلاقي لستة طلبات جات له. انا عايزه صالون زي بنت خالتها، انا عايزه فرح في الفندق الفلاني، انا عايزه نجف، انا عايزه نيش، حاجات ما انزل الله بها من سلطان. مع احترامي الشديد لحضرتك، او طبعا لو والد حضرتك بيشوف الفيديو او والدتك، مع احترامي الشديد ليكم، بنتكم مش اعز من فاطمه بنت النبي صلى الله عليه وسلم، اللي كان مهرها يعني درع مرهون كمان. فبالتالي لا، الاصل في الجواز الراجل. ليه يا جماعه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم، يعني انا بعمل ايه؟ انا لو عندي بنت وبديها الراجل ده اللي انا اللي هو هيبقى جوزها ده، جالي راجل غني جدا جدا، فانا اديته بنتي. خد بالك بقى، وانس انه حصل الجواز، البنت ما تنفعش تاخد حريتها تاني تطلق الا باذن الراجل ده، ولا تخرج من البيت الا باذني، ولا تصوم نوافل، تعبد ربنا تصوم نوافل الا باذني. طبعا رمضان ما فيهاش كلام، انما النوافل ما يقدرش تصوم نوافل الا باذن الراجل ده. ما تقدرش ان هي يعني تخرج بره البيت ولا تعمل، خلاص بقتش حرة. فانا لازم لما ادي بنتي لحد، لازم يكون حد قلنا عنده الثلاث صفات اللي قلناها في الاول، مش مجرد سلعة بقول له انا عايز في الفرح في المكان الفلاني والكلام الفلاني، هو يقول لك حاضر وهجيب لها عربية وهجيب لها، وفي الاخر معارض خناقة بيضربها، ولا معارض خناقة بيطلقها، ولا معارض خناقة بيهينها وبيهينك وبيهين اهلها والكلام ده كله. ده كلام ما ينفعش. وحتى في يعني قصة جميلة بيقول لك ان في واحد يعني ولد فقير لكن صالح ومن اهل المسجد ومحترم وزوج صالح، راح للاب، فالاب رفضه لما عرف ان هو يعني شغله ضئيل وفقير، بدل ما يساعده فقال له يعني روح ولما ربنا يرزقك ابقى تعالى. والشخص التاني راح لواحد غني جدا جدا لكن للاسف ما بيصليش، وللاسف بعيد عن ربنا عز وجل، وداخل له يعني بسلسله ذهب ومش عارف، وبيشرب مش عارف ايه والكلام ده كله، لكن وافق عليه لانه داخل له بعربيه طبعا عامله ازاي وامكانيات عامله ازاي. فلما وافق عليه للاسف الشديد ما فقال لك طب انت وافقت؟ قال لك ما هو ربنا يهديه ان شاء الله في يوم من الايام. طب ما هو الرزاق هو الهادي، يعني الاولاني لما انت مؤمن قوي ان ربنا يرزقه في يوم من الايام، طب ما هو ربنا عز وجل ما هو الهادي، ما هو الهادي اللي انت امنت بيه ما هو الرزاق برضه. فبالتالي من اهم اكبر خطأ الاهالي بيقعوا فيه هو ان للاسف الشديد الجواز بالنسبه له عباره عن يعني ديل، وبيبقى عباره عن مقايضه، ان هو بياخد البنت سلعه ونبتدي بقى ايه نحطها في الميزان ونوزن، هتعمل فرح فين، هتقدم شبكه بكام. كل ده كلام فارغ. ويؤسفني اسف شديد ان انا طبعا بشوف صحابي اللي اتجوزوا اوروبيات، ان هو للاسف بيروح اوروبا بيجوز البنت من اهلها بخاتم يعني على السنه، وحفله خفيفه جدا فيها يعني ناس مقربين، ودمتم لا بيطلب منه كل الطلبات دي، وبالاخر بيلجأ ان هو يتجوز اوروبيه او الكلام ده كله وما الى ذلك. فاحنا للاسف بتشوف الغرب بيطبقوا شرع ربنا واحنا ما بنطبقوش. فاتكلمنا عن صفات الزوج، صفات الزوجه، اتكلمنا عن الحاجات اللي بنعملها مخالفات، اتكلمنا عن الصحوبيه ومشاكلها، واتكلمنا عن مساله ال ال يعني ان انا لما اروح اتقدم لعروسه والكلام ده كله. حصل نصيب ان شاء الله وحصل الجواز. في بعض الاداب في ليله الدخله، منها ان النبي صلى الله عليه وسلم اوصانا ان الرجل اذا تزوج احدكم امراه فليأخذ بناصيتها، يعني ياخذ على رأسها كده، وليسمي الله عز وجل وليدعو بالبركة قائلا اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما جبلتها عليه، يعني خلقتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. ثم بعد ذلك يستحب إن هم يصليا ركعتين، يبدأوا حياتهم بركعتين لله عز وجل. وبعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم علمنا شوية أدعية، ومنها يعني انه ممكن يقول اللهم بارك لي في اهلي وبارك لاهلي فيه، اللهم ارزقهم مني وارزقني منهم، اللهم اجمع بيننا ما جمعت في خير وفرق بيننا اذا فرقت في خير. ثم اذا اراد ان يجامع زوجته في كل مره فعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم دعاء يعني الجماع، بأنه يقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. فبالتالي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قضى الحق سبحانه وتعالى بينهما ولدا لم يضره الشيطان أبدا. في من ضمن برضو الحاجات اللي نأكد عليها طبعا أن نهى الحق سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم عن أن يأتي الرجل زوجته وهي حائض أو في دبرها. الحاجتين دول حرام، إنك تأتي الزوجة في الحيض أو تأتي في الدبر.
وطبعا ده من الامور اللي المنهي عنها تماما يعني. من السنن التي علمنا اياها النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء او الغسل قبل النوم. يعني لو انت جمعت زوجتك وعايز تنام، من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ قبل النوم. فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا تقربهم الملائكة: جيفة الكافر، والمتمضخ بالخلوف، والجنب إلا أن يتوضأ. يبقى إذن عشان الملائكة إن شاء الله يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما كان يتوضأ بعد يعني أي جماع، إذا مش هيغتسل وهينام فكان يتوضأ قبلها يعني. طيب اللي زوجته حائض كلنا عارفين طبعا ان له كل شيء ما عدا طبعا ايه الجماع، او ان هو يعني النكاح يعني. لازم نصيحة لكل زوج او اتنين متجوزين ان انتوا تستحضروا النية في النكاح. هو ليه انت بتعمل كده؟ ليه؟ عشان تعف نفسك، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: في بضع احدكم صدقة. يعني الواحد لما بيجامع زوجته الاتنين بياخدوا صدقة. ليه؟ قالوا: لما يا رسول الله يأتي احدنا شهوته ويكون له فيها اجر؟ قال: نعم. أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فقالوا: بلى. فقال: فكذلك إذا وضعها في الحلال كان عليه أو كان له فيها أجر. فدي من الرحمات اللي ربنا عز وجل ادهلنا، ان انت لما بتجامع زوجتك بتاخد أجر لو انت احتسبت النية دي. وانا دايما بقول لأي حد يعني عنده يعني بيشتهي حد غير مراته او الكلام ده كله، يعني طبعا الستات مختلفة وطبعا النساء يعني المقدمات مختلفة، لكن في الاخر انت عندك زوجة ومتزوج وربنا يغنيك من فضله وخلاص. يعني هي زوجتك اللي انت ممكن تخرج يعني شهوتك وتاخد عليها ثواب. فيما عدا ذلك هتروح تلاقي نفسك انت رايح لسكة تانية خالص، والزنا وما الى ذلك يعني. وطبعا انصح الشباب اللي يقدروا ان هم يتجوز ان هو يعف نفسه طبعا ويتزوج يعني. طيب مسألة مهمة جدا جدا أنصحك بيها في ليلة الدخل إنك تقولها لزوجتك، واللي ملحقش يقولها دلوقتي يحطوا مبدأ إن كل اللي بيحصل جوه البيت ما يطلعش بره. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يقول يعني إن أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. فطبعا ده يعني للأسف بنشوف ساعات كتير يعني ناس بتهزر مع بعض ليلة الخميس: انت ما شفتنيش امبارح انا عملت ايه، طب انت ما عندكش وصفة الفلانية، ويقعدوا يتكلموا. وفي بعض الاحيان بعض الناس بتصف زوجاتها، فممكن واحد عنده مشاكل مع زوجته ممكن يشتهي زوجتك ودخلنا في قصة يعني ما انزل الله بها من سلطان، وحاجة حرام جدا جدا. فالواحد يحاول يعني يتقي الله عز وجل في الامور اللي احنا للاسف كتير بنشوفها مع ناس كتير، انه ما عندوش حياء كده، يعني بيتكلم على مراته، بيتكلم على العلاقه اللي بينه وبين مراته عادي. لا، ده يعني ما ينفعش انت تعمل حاجه زي كده. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ففي تحريم لنشر اسرار الاستمتاع وتحريم نشر ما يحدث داخل البيت او حتى الكلام عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان اشر الناس عند الله منزله يوم القيامه الرجل يفضي الى امراته وتفضي اليه ثم ينشر سره. طيب بعد ذلك تعالى نتكلم على يعني الفرح. احنا للأسف الشديد الفرح هو فرح لنا في الدنيا، وأسأل الله عز وجل السلامة لنا منه في الآخرة. ليه الكلام ده؟ لأن الفرح مليان حاجات محرمات، انت حتى لو فكرت فيها هتعرف ان انا كلامي صح. العروسة المحجبة بتقلع حجابها وبعدين بتروح عند كوافير. الكوافير ده ممكن يبقى راجل ويقعد يعني يعمل لها شعرها، ولو العروسة وبعدين بنبتدي نتصور صوت الفرح ونعلقها في الصالة، فكل اللي راح واللي جاي بيشوف مراتك وهي مش محجبة. وبعدين طبعا مش هتكلم على الفستان بكام اللي هو بتلبس لبسة واحدة وبيترمي. طبعا مش هتكلم على تكاليف الفرح عاملة ازاي اللي هي فعلا تكفي تأكل حي. طبعا مش هتكلم على يعني الاغاني والدي جي والحاجات دي كلها اللي مش مصدق ان حد بيقول انها حلال. مش مصدق ان حد بيقول يا جماعه ان اغاني الدي جي واغاني اللي فيها اوكا اورتيجا واغاني اللي فيها المهرجانات والاغاني اللي بتشتغل في الافراح دي ان ده حلال. ناهيك عن طبعا الفرح بقى عباره عن عريس وعروسه بيتجوزوا وشباب وبنات جايين يتجوزوا من بعض. فطبعا البنات مش لابسه حاجه والولاد جايه تتعرف، وده بيرقص مع ده وده بيرقص مع ده، واخر يعني طبعا كل ده يعني للاسف بيشيل وزره العريس والعروسه واهاليهم.
فكلها حاجات من المحرمات. يمكن الحاجة الوحيدة اللي في الفرح بتكون من السنة هي الوليمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال أولم ولو بشاة لعبد الرحمن بن عوف لما جه يتجوز، قال له أولم ولو بشاة. يمكن الحاجة الوحيدة اللي تنفع البوفيه، الحاجة الوحيدة الحلال في الفرح البوفيه، إن أنت بتطعم الناس بمناسبة الفرح. فيما عدا ذلك علينا بدون علامة استفهام. انما المفروض في الافراح ان بيكون طبعا فرح، يعني الرجاله مع بعض، الستات مع بعض، الرجاله بيحتفلوا بالعريس، الستات يحتفلوا بالعروسه. المفترض ان المراه او النساء كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا بيضربوا بالدف، حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يقول فصل ما بين الحلال والحرام الصوت بالدف، يعني ده اعلام على ان في فرح وان خلاص هم بقوا حلال لبعض. ففي استحباب ان انت تستعمل الدف والغناء يعني من غير اي موسيقى او الكلام ده كله. مستحب طبعا الدعاء المعروف عند كتب الكتاب، بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. وبالتالي دي من يعني زي ما قلنا دي الحاجه الوحيده اللي بتتعمل صح في الافراح. فيما عدا ذلك فيها مشاكل كتير جدا جدا. دبلة الخطوبه يا جماعه ليست من الاسلام في شيء، وبالتالي طبعا العاده ان انا بشيل من اليمين بحطها في الشمال عند الزواج ليست في الاسلام في شيء. الاسلام التمس ولو خاتم من حديد، الراجل بيديه للست مش اكتر من كده، لعروسته يعني بيبقى خاتم من حديد، ولو حتى من حديد حاجه بسيطه مش لازم ذهب يعني، ده كنايه على ان يعني في تيسير في الزواج يعني. انما مساله الدبله والحاجات دي برضو مش ثابته، لكن خلاص هي بقت من العادات والتقاليد، لكن هي مش من الاسلام في شيء. لو تقدر انت ما تعملهاش يكون افضل، لان هي من عادات غير المسلمين. من العادات طبعا يعني قلنا في تبذير في كل حاجه. من الاسف من المشاكل ان الرجاله، بس طبعا عارف ان اللحيه مش منتشره، لكن الرجاله بتشيل طبعا لحاها طبعا في يعني الافراح. طبعا دي برضو من الكوارث، لان طبعا النبي صلى الله عليه وسلم امرنا باللحيه وحتى بالاطلاق، يعني انا حتى كده مخالف يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خالفوا المشركين ووفروا اللحى واحفوا طبعا الشوارب. بنشوف بقى حاجات تانية طبعا مخالفات، من ملابس، من خليعة طبعا من الستات، من عطر. ودايما بنقول ان الست تاخد بالها جدا من موضوع العطر اللي بيطلع منها، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايما امرأة استعطرت فمرت بقوم ليجدوا ريحها فهي زانية. واحنا كنا عارفين ان في يعني روائح مثيرة جدا جدا للرجال، فطبعا ما يصحش يعني. انا ما ينفعش، انا ما اقبلش على مراتي كده، ما اقبلش على اختي كده، ما اقبلش على بنتي كده ان يعني حد يشم ريحتها ويشتهيها. فطبعا خدي بالك انت ممكن تكتبي زانية وانت مش واخده بالك. اخر حاجه هنتكلم فيها برضو من مشاكل الفرح التصوير، وده نصيحه لاي حد شغال مصور، بلاش تصوير الافراح. لان انت بتوفق طبعا زي ما قلت لك، انت رقص ودي جي واوكا وارتيجا ومهرجانات وبنات مش لابسه وقصص كتير كده. فنسال الله العفو والعافيه. فزي ما قلنا مش عايزين الفرح يبقى حاجه في ميزان سيئاتنا يوم القيامه. عايزين الفرح يكون لنا في الدنيا فرح، ولنا في الاخره فرح ان شاء الله باذن الله تعالى. فالنهارده سريعا اتكلمنا عن حاجات مهمه جدا جدا. اتمنى ان انتوا يعني تكونوا استفدتوا من الحلقه النهارده، ويا رب تكون نراعي الحاجات دي، يعني هتنفعنا يوم ان نلقى الحق سبحانه وتعالى. ولا تظن ان هذا اليوم يعني بعيد، انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. فالواحد ما يفرحش بالدنيا، واياك ان هو يضحي بجنه عرضها السماوات والارض لفرح ليله او الكلام ده. اتكلمنا عن مواضيع مهمه جدا، منها اختيار الزوج، اختيار الزوجه، الصحوبيه، الاهل والمغالاه في المهور، واتكلمنا عن ليله الدخله وادابها، واتكلمنا عن الفرح ومشاكله والكلام ده كله. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واسال الله عز وجل ان يرزقنا زياده في الدين وبركه في العمر وصحه في الجسد وسعه في الرزق. اللهم انا نسالك توبه قبل الموت وشهاده عند الموت ومغفره بعد الموت وعفو من الحساب وأمانة من العذاب والفوز بالفردوس الأعلى من الجنة يا عزيز يا غفار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا موتى المسلمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.